قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم
بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين
وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله
لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سمع الله لمن حمده لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله وحده ولا شريك له كل أمر بيده وكل شيء بإرادته سخر الرياح بقدرته وقسم الأرزاق بمشيئته لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحان منيل الطلبات سبحان مجزل الهبات وغافر السيئات ومضاعف الحسنات اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لعبادتك واستعملنا في طاعتك اللهم واستعملنا في طاعتك واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا
واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. بها نلقاك، بها نلقاك، وبها تنجينا من الأهوال والدركات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتدخلنا بها فسيح الجنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم واجعله لنا في الدنيا نورا، وفي القبر أنيسا، وفي القبر صاحبا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا، واجعله لنا شفيعا، واجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا رب العالمين. اللهم يا لطيف يا منان يا رحيم يا رحمن، اللهم نسألك رحمتك وشفاءك لمرضانا مرضى المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وشفاءك لمن اشتد وجعهم وزاد ألمهم وقلت حيلتهم وضعفت قوتهم، إنهم عبادك الضعفاء لا حول لهم ولا قوة إلا بك. أنت ربهم، أنت راحمهم، أنت أعلم بحالهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا من أمره بالكاف والنون، قل لشفائهم كن فيكون. اللهم واشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهنا أنت أحق من شكر، وأولى من حمد، وأرحم من قصد، وأكرم من تفضل. نسألك اللهم رحمتك ومغفرتك لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في عبادتك ورضاك. اللهم وارزقنا بره، اللهم وارزقنا بره، اللهم وأصلح عمله، اللهم وأحطه بحفظك ورعايتك وشفائك وعافيتك. اللهم واختم له بلا إله إلا الله وروح وريحان، وروح وريحان، ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان. ومن بات في قبره وحيدا
فلا صاحب ولا أنيسا. اللهم رحمتك ومغفرتك لموتانا موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب. اللهم وثبتنا عند السؤال اللهم واجعل قبورنا روضا من رياض الجنة. اللهم وسخر لنا من يدعوننا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم وارحمنا إذا قمنا من القبور وسكن رعبنا يوم الحشر والنشور واجعلنا على الصراط من العابرين وعلى حوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين. اللهم وارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والأمن والأمان. اللهم وأدمها علينا وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم واحقن دماءهم. اللهم وصن أعراضهم. اللهم وول عليهم خيارهم. اللهم واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الحدود والمرابطين في كل مكان. اللهم واقبل شهيدهم وعاف جريحهم. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساءهم. اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساءهم. اللهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يسر لهم كل عسير وهون عليهم كل صعب. اللهم وارزقهم كل خير يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أهلنا وأراد شبابنا وشاباتنا وأراد
عهدنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولي أمرنا وولي عهده بحفظك. اللهم وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا وأصلحنا لهم. اللهم واجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم واجعلنا من الراضين بقضائك الصابرين على بلائك. اللهم وأدخلنا في درعك الحصين واسترنا بسترك يوم الدين. اللهم يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا كريم يا كريم فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق. أنت حسبنا ونعم الوكيل. إلهنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. أتيناك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة منا الصغير والكبير والصحيح والسقيم والقاعد والقائم ومنا المهموم والمغموم. أتيناك وأنت الجواد الكريم. أتيناك وأنت الملك البر الرؤوف الرحيم. أتيناك بهمومنا وشكوانا وأسقامنا وآلامنا وحاجاتنا وأمانينا. أتيناك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا. أتيناك طائعين منكسرين بين يديك متذللين مقصرين مستغفرين تائبين. فيا رب يا حي يا كريم يا من يستحيي أن يرد يد العبد صفرا خائبتين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم وأعطنا سؤلنا وحقق مرادنا وأمانينا
اللهم وتقبل منا ما كان منا من صيام وقيام وقرآن وخير، تقبله منا خالصا لوجهك الكريم. وما كان منا من تقصير وإهمال وخطأ ونسيان، اللهم فتجاوز عنا بعفوك، اللهم فتجاوز عنا بعفوك، واجبره بفضلك وكرمك، ولا تطردنا من رحمتك، ولا تطردنا من رحمتك يا واسع الفضل، يا واسع الفضل، يا عظيم العفو، اعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم ما قسمته في هذه الليالي من خير وصحة وسعة ورزق وتوفيق وهداية وصلاح وخير فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب، واجعلنا ممن قلت فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا عذاب القبر والنار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ولطفك وفضلك يا رب العالمين.